ليش في ناس بتنزل فيديو هنا على اليوتيوب وبتصير معروفة، وانتي صارلك سنة عم بتنزل فيديو ورا فيديو وما حدا عم يشوفك؟ وإذا فكرت إنه السبب حظ أو كاميرا أو مونتاج أو إنك أنت مانك موهوب، خليك معي لأنه الحقيقة مانا هيك تماما. أغلب الناس مفكرة إنه اليوتيوب بده محتوى قوي بس، بتتعب، بتمنتج، بتقول راح انجح. بس خليني اصدمك شوي، اليوتيوب ما بيكافئ التعب، بيكافئ الفهم. في قنوات محتواها عادي وبسيط جدا ومشهورة وما شاء الله عليها، وفي قنوات محتواها رهيب وما حد شايفها. ليش؟ شو السبب؟ لأنه في شغلة وحدة بس أغلب اليوتيوبرز ما عم ينتبهوا لها. أكبر غلطة أنك عم تصور الفيديو لإلك مو للمشاهد. أنت بتفتح الكاميرا وبتحكي عن الشيء اللي عاجبك، بس المشاهد ما بيعرفك وما بيهموك. المشاهد عنده سؤال في راسه: ليش أنا عم ضل أحضر الفيديو للأخير؟ أول 10 ثواني ما جاوبت وخلص سكر الفيديو وأنت اللي خسران. كيف اليوتيوب بفكر؟ هو بسيط أكتر ما تتخيل. هو بيراقب الناس، إذا كملت الفيديو بيرفعه. إذا الناس زهقت وطلعت برات الفيديو اليوتيوب بينساه، يعني ما بيرفعه. اليوتيوب ما ضدك، بس إذا المشاهد ما حب الفيديو أكيد اليوتيوب ما راح يحبه ولا راح يرفعه. يعني القصة ما لها خوارزميات معقدة كتير، قصة أنك تمسك انتباه الشخص اللي قدامك. تخيل انك تدخل على فيديو او تشاهد فيديو ويبلش هيك اوليته: مرحبا شباب، اليوم راح نحكي عن اليوتيوب. هيك راح تكون البداية. مين راح يكمل الفيديو هيك؟ اذا اول 10 ثواني انت ما جذبت المشاهد، صعب يكمل الفيديو المشاهد. بس لو انه يبدأ هيك بالفيديو او هيك الفيديو، في سبب واحد مخليك ما عم تنجح على اليوتيوب. شو هو؟ ومعظم الناس ما بتعرفه. هون انت بتكمل نفس المحتوى بس ولكن بغير طريقة. قبل ما تصور اي فيديو من اليوم وطالع، اعمل شغلة وحدة بس: اسأل حالك ليش المشاهد راح يكمل الفيديو للأخير. لازم تعطيه سؤال أو وعد أو فضول مشان يكمل الفيديو. وإذا ما في سبب واضح لا تصور. اليوتيوب ما له مسابقة حظ، هو لعبة فهم وذكاء فقط لا غير أبدا. لما تفهم المشاهد اليوتيوب لحاله بيفهمك. قل بالكومنت شو أكتر شيء موقفك تبدأ باليوتيوب، ويمكن فيديو الجاي يكونوا جواب لسؤالك. من اللايك والاشتراك بالقناة لنستمر. تحياتي صديقي العسل.